بالعادة لما بنسمع عن سرقة بملايين الدولارات بيخطر ببالنا عصابة مسلحة، أقنعة أو سيارات هروب، والشرطة بمطاردات مجنونة بالشوارع. بس شو رأيك إذا قلت لك إنه في عامل بسيط بلبس رسمي عم يشتغل كل يوم من الساعة 9 للساعة 5 وبهدوء تام سرق لوحده أكثر من 160 مليون ين ياباني وما حد شك فيه؟ مو بيوم ولا بشهر، بل على مدى 10 سنوات. إيه نعم، 10 سنوات وهو عم يسرق شوي شوي، مبلغ ورا مبلغ، بدون لا يقتحم ولا يكسر ولا حتى يهدد حدا. سحب المصاري وكأنه عم ياخد كاس مي من البراد. بس السؤال يلي بيحرق الأعصاب، كيف حسن يعمل هيك ببلد بيعتبر من أكثر الدول أماناً ونظاماً بالعالم؟ وكيف ما حد حس عليه طوال هالمدة؟ وشو كانت خطته؟ وليش هلق انكشف؟ والأهم، هل فعلاً انمسك ولا لسه عايش وعم يصرف المصاري؟ إذا حابب تعرف الجواب خليك معي، لأنك رح تسمع وحدة من أهدى وأغرب عملية السرقة بالتاريخ الياباني يلي بتحمل ببساطتها عبقرية بمجرد ما بتبلش ترتبط الخيوط. فإذا كنت أول مرة بتشاهدني، أنا قندهار بحكي عن القصص الواقعية الغامضة حول العالم. أهلا فيك بعالم الغامض. طوكيو سنة 2007، بلد الانضباط والنظام الرقابي، وكل شيء فيه محسوب ومرتب بالمليمتر. بإحدى المباني الإدارية التابعة لمركز حكومي صغير بمنطقة كوتو شرق العاصمة، كان في موظف اسمه يوتكا كاشيواغي، عمره بالأربعينات، شكله عادي هادي وما بيحكي كتير، من النوع يلي إذا برك بزاوية ما حد رح ينتبه لوجوده. يوتكا كان موظف حسابات، شغلته يعيد الفواتير ويطابق المدفوعات ويحول المصاري بين الحسابات الداخلية لمؤسسات صغيرة تابعة للحكومة، ومسؤول عن إدارة المساعدات وبدلات المتقاعدين والعمال المؤقتين. شغلة تعتبر مملة وما بتلفت نظر حدا، بس هون كانت الثغرة. المؤسسة ما كانت عندها نظام رقابي صارم، وكان في شوية فوضى وثقة زائدة، خصوصاً أن المبالغ كانت بتندفع ضمن تحويلات عادية لحسابات أفراد، وما كان في حدا بيراجع ملف ملف. والمسكين يوتكا كان من القلائل يلي عندهم صلاحية كاملة يعدلوا أسماء المستفيدين أو أرقام حساباتهم البنكية قبل إرسال الحوالة. وهيك بدون ما يحس حدا قرر يعمل أول خطوة. بشهر شباط بسنة 2008 دخل يوتكا على النظام كالعادة، وبدون لا كمامة ولا قناع، بكبسة زر وحدة حول مبلغ صغير حوالي 150 ألف ين لحساب بنكي شخصي باسم قريب له، موجود بسجلات البنك كأي مواطن عادي. ما حد لاحظ شيء، لا النظام دق إشعار الخطر ولا المراجعين شكوا بشيء. السبب ببساطة كانت العملية شكلها قانونية 100%، وكأن المبلغ راح لمستحق فعلي. الرجال طلع من الشغل هداك اليوم، لبس الجاكيت ونزل على المترو وهو حاسس انه فتح بوابة جديدة بالحياة. صحيح المبلغ صغير، بس الطعم انبلع. ومن هداك اليوم بدأت اللعبة الطويلة. بين 2009 و2012 صار يوتكا يشتغل على مبدأ القطرة، يعني كل شهر أو شهرين يحول مبلغ بسيط ما بيتعدى 200 أو 300 ألف ين على أكثر من حساب، كلها لأشخاص من طرفه أو أرقام وهمية بيسجلها بنظام المؤسسة كأنها لأشخاص حقيقيين. العبقرية بتبلش من هون، لأنه ما كان يحول مبالغ كبيرة ولا بنفس التوقيت ولا لنفس الحساب، كل مرة طريقة جديدة وكل دفعة شكلها نظامية 100%. مرة استخدم اسم موظف قديم، مرة حط حساب تابع لصديق من الريف، مرة عمل حساب باسم شخص متوفي بس لسه مسجل عندن. يعني دماغه شغال بطريقة خطيرة. الأرقام كانت عم تتراكم بس ببطء، والمجموع بعد أول 5 سنوات حوالي 60 مليون ين بدون ما حد يحس بشيء. بس الضمير كان بيصحى أحياناً. سنة 2013 وبسبب التغييرات الإدارية تم نقل مراجعة الملفات لقسم رقابة جديدة، وبيومها وصلت ورقة ليوتكا بتقول الرجاء مراجعة الحوالات السابقة من سنة 2010. هون وقف قلبه، بلش يعرق وحاس انه النهاية قربت، وبرك طول الليل عم يراجع كل خطوة يعملها. بس المفاجأة، الرقابة كانت بس مراجعة شكلية، وملفاته كانت مرتبة صح، ما ترك وراه ولا غلطة مطبعية. وهالمرة نجا، بس صار ياخد احتياطاته أكثر. بلش يخبي دفاتر ملاحظات فيها تواريخ التحويلات
وأسماء وهمية وتفاصيل كل قرش سرقه. دفاتر كان بيخبيها بمكان ما حدا بيخطر له، فوق سقف الحمام بمكتبه. وهون صار الطمع يشتغل. قال طالما عدت كل هالسنين ليش ما أرفع سقف المبالغ؟ وبالفعل من 2014 صار يحول المبالغ فوق النص مليون بكل دفعة. بس الغلط اللي وقع فيه أنه صار يكرر الأسامي. حساب لشخص وهمي استخدمه مرتين خلال 3 شهور، وهالشي خلى واحد من موظفين التدقيق يدون ملاحظة صغيرة على جنب مكتوب فيها: تم تحويل لهذا الاسم أكثر من مرة، يستحق المراجعة. بس الملاحظة ضاعت بوسط ملفات تانية وما تم التحقق فيها. بس يوتكا صار حاسس بالخطر، فبطل يستخدم نفس الأساليب. بلش يفتح حسابات جديدة بأسماء حقيقية بس بتفاصيل مزيفة، وبيستخدم معارفه وناس من أقاربه وما بيعرفوا أصلاً إنه في حسابات بنكية باسمن. يوتكا كمل شغله وكأنه الحياة ماشية تمام، بس عقله صار مشغول. صار يفيق بنص الليل ويشوف كوابيس إنه الشرطة داهمت بيته. صار يحس إنه الكاميرات عم تراقبه حتى لو ما حد فات عليه. بس بالرغم من التوتر السرقات استمرت، والمبالغ وصلت ل 130 مليون بحلول عام 2020. هالفترة تغير النظام الرقمي بالمؤسسة وانضافت خوارزمية تحليل أوتوماتيكية للحوالات. بالرغم من أنه يوتكا حاول يتأقلم، بس النظام الجديد بلش يلاحظ تكررات وأسماء مشبوهة، وهيك كانت النهاية عم تقرب. بسنة 2021 دخلت موظفة جديدة على قسم الرقابة المالية اسمها مايومي. شاطرة، دقيقة، ودماغها تحليلي. كان أول مشروع كلفت فيه هو مراجعة سجلات الحوالات القديمة ضمن نظام رقمي جديد. بلش يطبق نظام الذكي لكشف التكرار والأنماط المشبوهة. مايومي لاحظت شغلة غريبة: في أكثر من حوالة عم تروح لنفس البنك ولنفس الفرع بتواريخ متقاربة لكن بأسماء مختلفة، وكلها تحت بند مساعدة انتقال مؤقت. فتحت ملف وبلشت تدقق، ولاحظت أنه أكثر من حساب عم يتكرر فيه رقم الاتصال أو عنوان البريد الإلكتروني أو حتى رمز بريدي واحد. فقدمت تقرير مبدئي فيه شكوك ب5 تحويلات، مجموعها مو كبير كتير بس فيه نمط غريب. هون بدأ العد التنازلي. الإدارة ما حبت تعمل ضجة، فشكلت فريق تدقيق داخلي سري وبلشوا يشتغلوا على القضية بصمت. بلشوا يراجعوا كل التحويلات اللي مرت عبر حسابات مشبوهة وارتبطوا بينهم مع كل خطوة. كان اسم يوتكا عم يطلع أكتر وأكتر. هو الموظف الوحيد يلي عنده صلاحية التعديل بهيك ملفات، هو المشترك الوحيد بكل الأسماء المشبوهة، وهو الوحيد يلي موجود توقيعه الرقمي على كل حوالي من هدول. بس الأدلة ما كانت كافية لتوجيه تهمة، لهيك قرروا يراقبوه. يوتكا صار حاسس بشي غريب. النظرات بالمكتب تغيرت، الملفات عم يرجع لها مراجعة أكثر من المعتاد، وفي ملاحظات عم توصله من الإدارة عن تدقيق إضافي عشوائي. بليلة من الليالي دخل على الحمام يلي مخبي فيه دفاتر الملاحظات تبع السرقات وراح يحرقهن. اي نعم، دفاتر فيها تفاصيل 10 سنين من الخداع والسرقات. حطهن بكيس وراح على نهر قريب ورماهن بالمي. بس كان الوقت متأخر. بأحد الأيام استدعى يوتكا لاجتماع خاص بحجة تحديث الصلاحيات. دخل على القاعة، لقى 3 موظفين من قسم الرقابة ومحامي المؤسسة ومعا نسخة مطبوعة من تقرير في كل التحويلات اللي اشتبهوا فيها. فقالوا له بكل هدوء: أستاذ يوتكا، في بعض الحوالات مو واضحة وحابين نسمع تفسيرك. هون سكت. حاول يلف ويدور بالبداية وحكى عن أخطاء واردة وعن ضغط الشغل وعن سوء إدخاله، بس وقتها واجهوه بحسابات بنكية مرتبطة بأشخاص ميتين ونسخ من توقيعه الرقمي. عرف إنه خلص ما عاد في مفر. نزل راسه وقال جملة واحدة: أنا آسف، كنت مفكر إنه ما حد رح يكشفني. القضية تسربت للإعلام والعناوين اشتغلت. موظف حكومي سرق 160 مليون ين ياباني على مدى 10 سنوات بدون ما ينكشف. الشعب الياباني مظلوم. بلد معروف بالانضباط، الرقابة والدقة، كيف صار في هيك؟ تحقيقات واسعة بلشت ومراجعة للأنظمة كاملة، تغيرات إدارية وفضيحة بكل معنى. بس هون في مفاجأة. رغم أنه المبلغ يلي تم تأكيد سرقته هو 160 مليون ين ياباني، إلا أنه يوتكا ما كان عنده هالرقم كامل، لا بحساباته ولا بأملاكه. طيب وين راح الباقي؟ هل دفنهن؟ ولا حولهن لكاش برا البلد؟ ولا في شركاء ما حد بيعرف عنهم؟ يوتكا اعترف جزئياً وتمت محاكمته وأخذ حكم بالسجن 7 سنين مع الأشغال الشاقة.
بس أثناء التحقيق ضل يلتزم الصمت عن تفاصيل كثيرة. ما قال وين راح قسم كبير من المصاري، ما سمى ولا اسم من الشخصيات اللي استخدم حساباتهم، ما شرح كيف خبى الأثر طوال هالسنين. في تلميحات إنه في شخص تاني كان يساعده من خارج المؤسسة، بس لحد اليوم ما حد بيعرف مين هو. وفي تسجيلات صوتية تسربت بعد فترة بينحكى انه قال من سجنه هي بس 160 مليون، لسه ما شفتوا شيء. في غيري طالع اكثر وما حد حس عليه. وحاليا رح اترككم مع هالاسئله يلي رح تجاوبوني عليها بالتعليقات حسب رايكم. هل يوتكا كان جزء من شبكه اكبر؟ هل في غيره عم يشتغل بنفس الطريقه بمؤسسات تانية؟ وشو اذا كانت السرقه الجايه مو بالملايين بل بالمليارات؟ خليكن معي لأن القصة الجاي رح تخلي قصة يوتكا مثل لعبة الأولاد جنبها.